الاعمال اللي انتوا عاملينها ما شاء الله. يا حبيبي يا حبيبي. تسلم لنا والله. يعني عايزين نقول للجمهور بقى، نبدا باستاذ اسامه الاول بعد طبعا إذنك يا طبعا حبيبي. طبعا. حبيبي. فنبدا بحضرتك كده، ومن هو اسامه ابو السعود؟ انا اسامه ابو السعود، حابب التمثيل واشتغلت في التمثيل بقالي فتره كده. ما شاء الله. الحمد لله عملت اعمال كتيره، يمكن كان اخر حاجه رمضان، اخر حاجه دلوقتي اللي هي حاليا اللعبه. طبعا اللعبه طبعاً. الجزء الخامس. في رمضان كان في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، ومسلسل كان في اللي هو مسلسل احمد مالك. أيوة. سوا سوا. وقبلها بقى كان في بقى الحشاشين وتوبه وكامل العدد. واحنا معانا شويه ماتيريال على فكره، وهنعرضه والله دلوقتي وهنشوفه. هما بيحضروه بس، واول ما يتعرض هنتكلم على كل الاعمال دي. تمام الحمد لله. بس ده بالنسبه لمجال التمثيل، وما فيش. لا احنا عايزين برضه نعرف انت شغال ايه بقى في الحياه الحقيقيه، بتعمل ايه؟ انا في الاساس عندي شركه خاصه في مجال النقل والشحن الدولي. حلو. نقل بضائع. ايوه، والتمثيل ده هوايه كده على جنب. بالظبط كده. لكن انت ولا دخلت معهد او كده، انت بس دارس اللي هي الورك شوبس. الورك شوبس بس. والمفروض ان شاء الله ان انا داخل كليه اداب مسرح ما شاء الله اسكندريه ان شاء الله باذنك يا رب السنه دي. ان شاء الله هقدم فيها. السنه اللي فاتت كنت قدمت بس ونجحت كمان فيها، بس ما شاء الله. للاسف يعني كانت ظروفي ما تسمحش عشان الشغل وكده. ايوه. فاضطريت ان انا اجلها للسنه الجايه دي. والله العظيم يعني انا احييك جدا، والجمهور طبعا دلوقتي شايف ان استاذ اسامه يعني هو راجل، مش عايزين نقول السن، بس راجل كبير كده وشغال وبيعمل الهوايه اللي بيحبها ولسه بيدرس. فدي رساله لكل الشباب، عشان على طول منها هنخش على احمد يحيى. منورني ومشرفني. ربنا يخليك، شكرا يا حبيبي. والاول ايه رايكم في مكاني يا جماعه؟ لا المكان حلو قوي والله. لا جميل قوي بجد. جميل قوي، الديكور حلو قوي. وعايز اقول لكم لسه كمان ده احنا هنشرب وهناكل، ومعانا الشيف اماني عامله لنا النهارده حاجه خطيره. ارجوك لا ارجوك. ما تقلقش. وعايز اقول بقى كمان حاجه للساده المشاهدين، ان كمان احنا معانا ضيفه يسرا، زميلتنا وصديقتنا وممثله شابه صاعده، بس طبعا البنات بتتاخر في التجهيزات فاحنا هنستقبلها بعد الفاصل كمان شويه. ارجع لك تاني يا احمد، واحكي لي بقى مين احمد يحيى في البدايه يعني. طيب انا عامه يعني علاقتي بالتمثيل، لا احنا عايزين نعرف الاول احمد يحيى مين ماشي. والتمثيل ايه. طيب انا عادي كنت اداره اعمال، وما كانش ليا اي علاقه بالتمثيل. كنت ثانويه عامه عادي، علم رياضه. دخلت شاطر يعني. كنت جايب 97%. ما شاء الله. ده دحيح. ده جدا. ده كده دحيح. ما شاء الله. بس وبعدين دخلت جامعه عادي، اداره اعمال. اتخرجت اشتغلت في بنك لمده حوالي 16 سنه. ما شاء الله. ما كانش ليا علاقه بالتمثيل الفتره اللي فاتت دي كلها، غير من 4 5 سنين لما بدات اخد ورش. فالموضوع جه بالصدفه يعني. ايوه. فانا حياتي كلها بنكر عادي وشغال وكل حاجه. بس انا من حوالي سنه كده لما يعني ابتديت بقى انشغل بالتمثيل اكتر، وبقيت عايز اركز فيه اكتر. سنه بالظبط. من سنه رمضان مش اللي فات، ده اللي قبله يعني. حلو. استقلت. أوه. استقلت لان انا كنت مضغوط جدا في الشغل، ما كنتش قادر اواكب ما بين التمثيل والشغل. كان شغل مضغوط جدا، بخلص 8 بالليل كل يوم. فما كنتش قادر، انا ساعات ما بقدرش ان انا مثلا الورش، التصوير، أكيد. الحاجات دي. بس والفتره دي طبعا استغليت بقى السنه دي، كان في براح شويه، قلت اخد بريك كده. حلو. ودخلت اداب اسكندريه قسم مسرح. ما شاء الله. اول سنه يعني، خلاص اول سنه بتخلص اهو، الترم الثاني بيخلص. حلو قوي. بس وان شاء الله باذن الله باذن الله انا عايز اعمل الموضوع ده يعني من ساعه ما استقلت. بس الدنيا كانت مضغوطه شويه. مش احسن حاجه في الوقت ده. كانت مضغوطه عشان الجامعه، وعلشان الحمد لله ان جالي كذا حاجه بصورها، والورش والكلام ده كله. ما شاء الله. فان شاء الله باذن الله يعني قريب قوي يعني ان شاء الله بمشيئه ربنا ابدا يعني اعمل مشروع خاص او بروجكت كده خاص بيا في مجال التمثيل ولا بره التمثيل؟ يعني لا بزنس خاص. بزنس خاص، مش هيبقى ليه علاقه بالتمثيل. حلو. بس يبقى بجانب التمثيل، بس يبقى الموضوع فليكسبل، ما بقاش ان انا شغال 7 8 9 10 ساعات في اليوم، مش قادر. فابقى الموضوع فيه مرونه شويه باذن الله يعني. انا عايز اقول لك برضو ده بينطبق على ان احنا الشفه لما هنيجي نتعرف عليها، هي برضو كانت في شركه قعدت حوالي 12 او 15 سنه او اكتر، وراحت هوب مره واحده عامله شيفت كارير وفاتحه بيزنس وعامله حاجات تانية خالص. فبجد يا جماعه انا يعني بحييكم، وبقول لكل المشاهدين يعني ما شاء الله كليتين وبتكملوا دراسه وبتعملوا حاجه اللي بتحبوها، وشفت كارير اتغير بعد عمر كبير. فده يقول ان مفيش وقت لاي حاجه.
بالظبط. الدنيا كلها متاحه لو بتفكر صح، اكيد وخاصه 97% اه يعني وعلمي. ومعانا المشهد بتاعك اهو، ايوه ده السوق، ده مسلسل السوق الحر. ده مسلسل سور حر رمضان اللي فات ده على طول. رمضان اللي فات ده على طول ايوه ده كان كوميدي. مسلسل كوميدي. كان عندي فيه يعني كذا مشهد، كان مسلسل لذيذ وكانت حلو مشاهدي أوي. فيه حلوه. ايوه وكان فيه برضو بابا وماما جراند، ده كان في رمضان ده برضو. ما شاء الله. وفي بابا وماما الجزء الثاني احنا لا بنبارك ده لك لا اهو، ده حصري. لا بيت بابا. أيوة بيت بابا. بيت بابا. بيت بابا جماعة الجزء ده حصري، انتظروا احمد يحيى في بيت بابا الجزء الثاني. يعني الله. حاجه ان شاء الله هتبقى قويه قوي. بدايه الاحداث كلها معاه هو. كبرت الموضوع قوي. ده بابا وماما جراند بقى. صاحبي ايوه ده بابا وماما جراند. وفي كان في برضو المداح ما شاء الله. الجزء السادس، يعني برضو كان في رمضان ده. كل الحاجات دي كانت في رمضان ده. وكان في بقى الحمد لله اعمال قبلها، يعني رمضان اللي قبله. حلو. ويعني كان في حوالي يعني 5 6 مسلسلات كده غير الحمد لله الحاجات بتاعت رمضان ده. وبيت بابا ان شاء الله بس بقى كله يتعرض كوميدي. قريب. لا مش كله، لا يعني المداح مش كوميدي. بابا وماما جيران ما كانش كوميدي. حلو. في حاجات الحلنجي ده كان كوميدي طبعا، وكان دور أيوة. مساحته حلوه، حوالي 17 مشهد تقريبا. ما شاء الله. اخراج استاذ معتز حسام. ده الحلنجي ده كنت الحلنجي. في شنب وباروكه وحاجات أيوة كده. مش انت مين ده؟ يعني لوك مختلف يعني. حلو. بس ومشهد والبيت بابا برضو يعني كوميدي. هو المسلسل كله كوميدي، وانا برضو يعني المشهد كوميدي. فيعني ومن هنا بس نعمل تحيه خاصه للاستاذ محمد حمائي مخرج طبعا بيت بابا طبعا الجزء الثاني. والصراحه اللي هو ليه الفضل ان انا عرفته من خلالكم طبعا. اكيد انتوا. اكيد. فدي حاجه قويه. وانا برضو من هنا بالنسبة لي. بشكره برضو على ثقته فيا، ان هو برضو رشحني لمسلسل بيت بابا. صح. وان شاء الله يعني يعجب الناس باذن الله. باذن الله يا رب. استاذ اسامه، يعني كلمني بقى عن ناخد اخر حاجه اللعبه. اللعبه ده بجد انت عارف انا بحبه قد ايه. وانا قلت لك ده كتير. بس ده يعني قول لي الاعمال اللي انت لمست مع الناس قوي، اللي هو رد فعلها كان سريع وانت كنت مستمتع بالعمل ده. وانت ما شاء الله عملت اعمال كتيره يعني الفتره الاخيره. كان في مسلسل طبعا الحشاشين، ده كده ده خطير. طبعا. كامل العدد. ايوه. على باب العماره اهو. ده المداح. ده المداح. ده المداح. يعني المسلسل ده المداح ده انا كنت خايف ان انا هو انا هنزل اشتغل فيه، هعمل فيه عفريت ولا هعمل فيه ايه بالظبط. ايوه بالظبط كله. بس بصراحه لا، نزلت فيه مع الاستاذ احمد سمير فرج. اوكي. كان رشحني ليه الاستاذ احمد يحيى مساعد المخرج. مش انا. ايوه مساعد المخرج، انت الممثل. ايوه انا برضه استاذ احمد يحيى اللي كان رشحني في المداح. واكتشفت ان المسلسل بتاع المداح متشاف جدا 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 جدا. ده لحد اخر جزء رمضان اللي فات. ده في مصر وبره في الدول العربيه يعني الناس متابعاه جدا. هو احمد هلال ليه جمهور مش طبيعي. ده حقيقي. وهو بصراحه يعني على المستوى الانساني محترم واخلاق جدا جدا بجد يعني. واحد تحب انك تتكلم معاه. أيوة. ده مسلسل شباب امراه مع الاستاذ احمد حسن، وطبعا الاستاذه غادة عبد الرازق. ده كنت طالع فيه دور دكتور كده. كواليسها ايه بقى؟ مش هنعدي غادة عبد الرازق دي بالساهل.